السبحة بدعة ولا سنة؟ هو العداد بدعة ولا سنة؟ عشان في النهاية ما نسبحش خالص، لا بالسبحة ولا على ايدك. مش ده كان نهاية الخناقات اللي حصلت بين الإخوة؟ لا بسبح انت بقى على السبحة ولا على ايدك ولا على العداد ولا اكتب على الحيطة ولا هتنوى، مش اعمل اللي تعمله. المهم سبح ربنا، اذكر الله عز وجل. لو داومت على التسبيح هتفاجأ بكده. رأينا أناسا كانوا يقعدوا يسبحوا كده ويناموا، ينام كده وهو نايم يسبح، ويروح مستيقظ من نومه على الذكر. بل أنا رأيت من في سكرة الموت ولا يسكت عن حركة السبح، كان دايما ماسك السبحة يسبح كده وهو في سياق الموت قدام عيني، شفته بعيني وهو في سياق الموت بقى قاعد يعمل كده ويسبح لحد ما مات وهو كده، فضل يسبح حتى اشتد في التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعدين لفظ أنفاسه. عارف في ناس قعدوا مع مالك بن دينار شوية رحمه الله فطولوا، فقال يا إخوتا ألا تريدون الانصراف؟ إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها. يا إخوانا أنتم مش عايزين تقوموا لو سمحتوا؟ الشمس عينوا معاهم وعينوا على الشمس، خلاص ورد العصر فات وأنا قاعد مع الإخوة، لو سمحتوا قوموا. طب بس احنا قاعدين، دي قعدة أنس. لا، ده قعدة أنس دي يعرفها البطالون، إنما قعدة الأنس هي الأنس بالله عز وجل. قيل له ألا تستوحش وأنت تجلس وحدك؟ قال كيف أستوحش والله جليس من ذكره. أنا قاعد بذكر ربنا وأشعر بالأنس. طب وأنا يعني أول ما أقعد في الجامع وأمسك السبحة ولا أمسك العداد ولا أمسك إيدي وأقعد أسبح هشعر بالأنس؟ لا، شوية شوية. أروا الله من أنفسكم خيرا. اشتغل شوية، اعمل ورد ثابت، فكلما أمضيت وقتا كلما شعرت بهذا الأنس.